الفرق في سرعة الأداء، يعني لم يمضي سوى أيام قليلة على رحيل بشار حتى بدأت تركيا تفتح الحدود لعودة اللاجئين السوريين اللي هم أصلا قاعدين في خيام على الحدود. وده طبعا كان يعني دافع إن هم يروحوا سوريا. رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة المكلف من قبل الجولاني أعلن إن سوريا آمنة، وإن هم يعني بيدعوا السوريين للعودة إلى سوريا لبدء مرحلة جديدة. طبعا الناس اللي هم يعني قاعدين في فيلل وقصور واخدين محلات في مصر، الحكاية دي مش عاجباهم. هم نزلوا رقصوا واحتفلوا بالثورة ورفعوا الأعلام في مصر وعملوا اللي هم عايزينه. لكن حد العودة قال لك لا ما بنعود، لا ما لسه، لا مش عارف ايه، وطلعوا ناس منهم يقول لك بنحب مصر. طب ما يا سيدي احنا بنحبكم برضو، بس يعني ما احبك وانت في بلدك واحنا في بلدنا، وانت قاعد 14 سنة بنحب بعض، خلاص كفاية. يعني مش كل واحد ليه بلده. وبعدين الراجل اللي انتوا احتفلتوا بيه ورقصتوا عشانه الجولاني ومش عارف ايه وفرحانين، طب مش تروحوا تعمروا معاه ولا هو يعمر لوحده؟ هتروحوا تقفوا معاه ولا هو هيقف لوحده برضه؟ فهو فعلا اردوغان يعني بصراحة ربنا يعني الواحد يرفع له القبعة، ان هو يعني عارف يحط اللاجئ في مكانه في خيام على الحدود. لا هم شتموه ولا قالوا ادبهم عليه، لكن انت حطيتهم هنا في شقق وفلل وقصور وملكتهم وسبتهم يتجوزوا مصريين، يعني وقعدوا 14 سنة في الحال دوت. فطبيعي، وحتى الإقامة بيدفعوها بالعافية ويقول لك اعفونا من الإقامة. حتى لما نزلوا احتفلوا وبهدلوا الدنيا والأمن اتعامل معاهم، قال لك ازاي تقبضوا عليهم دول فرحانين؟ طب ماشي، وانت فرحان بس هنا طب ما ترجع بلدك بقى عمرها وابتدي بقى انت بتقولوا ان احنا رفعنا اقتصاد، لا خد اللي انت رفعت بيه الاقتصاد روح ارفعه في بلدك. بلدك محتاجة ان انت ترفع اقتصادها. لو انت عندك الملايين وعندك الفلوس وعندك كل ده كله، روح بلدك اولى بيك واولى ان انت تقف جنبها. مش تقف جنبها بس برقصة الدبكة واحنا فرحانين ان الثورة نجحت وبشار مشي. ماشي، بشار مشي الحمد لله. الحجة اللي انت كنت بتقوله لا مش هنرجع لان بشار هيعمل فينا ويسوي فينا، حتى الجولاني والناس دي قالت ان في عفو شامل عن كل القضايا وعن كل حاجة. يعني ما فيش حجة حتى ان انتم مهددين بأي حاجة، غير ان انت مصالح هنا شغالة بقى والسبوبة شغالة والفلوس شغالة، وقاعد في شاري فوق شقق وفلل و... وعمال بتتاجر. فيعني تروح ليه؟ تبقى يعني بعدين احنا ما فيهاش علاقة لا بالمحبة ولا لها يعني ما نحب بعض وانت كل واحد في بلده. هو يعني ايه علاقة الشعوب ان هي تحب بعضها وكل واحد في بلده؟ وانا عشان تحبني ونحبك لازم تيجي تقعد على دماغي؟ ما ينفعش كده. يعني الراجل الجولاني هو بيناديكوا، هو الراجل يعني لو انتوا فرحانين بيه بصحيح يعني روحوا بقى اقعدوا بقى جنبه ايد بايد لحد ما بلدكم تقف على رجلها. مش انتوا قاعدين هنا وتقولوا ايه عمروا بقى البلد عشان نروح. مين ان شاء الله اللي هيعمرها لك وانت قاعد؟ يعني انت منتظر مين اللي هيعمر لك بلدك وانت قاعد هنا؟ يعني والله يعني اقول ايه، بس يعني ربنا يهدي.